ممكن تسمعني بس لمدة 30 ثانية، 30 ثانية بالظبط هشغل لك المؤقت على الشاشة. لو عجبك كلامي كمل الفيديو، لو ما عجبكش كلامي تقدر تقلب الفيديو. تمام؟ هسألك سؤال وترد عليا بكل صراحة. انت تعبان في حياتك ولا مش تعبان؟ مهموم ولا مش مهموم؟ كم واحد قال لك انا حاسس بيك؟ انت عارف ايه اكتر حاجة تعباك في حياتك؟ انك دايما بتنخدع في الناس، ومن كتر اللي شفته في حياتك بقيت مش عارف تفرج ما بين الحلو والوحش، بقيت مش عارف مين بيحبك بجد ومين بيكرهك، مين بيخاف عليك من قلبه ومين بيحقد عليك، مين بيتمنى لك الخير ومين بيحسدك. حاجات كتيرة في حياتنا محطوط عليها علامات استفهام. الناس كلها بقت غامضة، بقينا نخاف من بعض بطريقة غريبة، ومحدش بقى بيحب الخير لحد إلا ما رحم ربي. حتى الإنسان اللي بيتمنى الخير للناس محدش بيتمنى له الخير. علشان كده خدها من أخوك نصيحة، محدش هيقف جنبك غير نفسك، محدش هيخاف عليك غير نفسك. انت اللي هتسند نفسك بنفسك، انت اللي لازم تخاف على نفسك. مين هيأمن لك مستقبلك غير نفسك؟ مين هيمد لك ايده؟ مين هيمد لك ايده؟ انت مستني مين؟ منتظر مين يقول لك انا جنبك انا في ظهرك؟ انت منتظر مين؟ بتقعد في الايام، بتعدي عليك ايام وتمر عليك ساعات، بتقعد تقلب كده سواء على التيك توك او على الفيسبوك او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، بتقعد تقلب كده. انا عشان بخاف عليك لازم انصحك. هتفضل لحد امتى كده بتضيع وقت؟ انت منتظر ايه؟ منتظر ايه يخرجك من اللي انت فيه؟ انت مش مهموم؟ انا سألتك في البداية انت مش مهموم؟ عارف عارف انت لو عارف ومتأكد ان انا كلامي صح ما كنتش كملت الفيديو لحد دلوقتي. عارف انت كملت الفيديو ليه؟ عشان انت تعبان. انت تعبان بجد، تعبان في حياتك، تعبان ونفسك حد يقول لك انا حاسس بيك. علشان كده انا والله حاسس بيك، حاسس بيك، حاسس بيك وتعبان. عارف ان انت تعبان. عارف ليه انا حاسس بيك؟ لان كل انسان بيمر بمرحله في حياته بتبقى مرحله صعبه، مرحله متعبه. انا مريت بالمرحله دي. اوعى تعتقد ان انا مش حاسس بيك ولا انت عايش في عالم وانا عايش في عالم. كلنا عايشين في نفس الكوكب، كلنا عايشين في نفس الكوكب وعايشين في نفس العالم اللي احنا فيه. كلنا عايشين في مكان واحد. لازم انا احس بيك، انا عارف انت بتمر بايه. عشان كده لازم تاخد موقف، لازم توقف نفسك عند حدها. بلاش اللهو اللي انت عايش فيه، بلاش الضياع ده. والله العظيم الوقت ده هو اغلى حاجه في حياه الانسان. ايه، بص احسبها، مفيش حاجه اغلى في حياه الانسان غير الوقت. احنا اتحطينا في الدنيا، وبقى كل انسان ليه وقت محدود. انت ليك وقت محدود تعيشه، وانا ليا وقت محدود اعيشه. فعشان كده انا مش عاوزك تضيع وقت، عاوزك تلتزم بوقتك، تحافظ على وقتك، تحول وقتك لفلوس. على فكره الانسان الناجح هو اللي بيحول وقته فلوس. اصل الانسان الناجح ده وقته، يعني هو عنده وقت زي ما انت عندك وقت، كلنا الوقت واحد، هو الوقت اللي عنده هو اللي عندك، ولكن هو بيستغل وقته صح. ما بيقعدش كده يمسك التليفون يفتح لعبه ويقعد يلعب بالساعتين ثلاثه. ما بيمسكش التليفون ويقعد يقلب يعمل سكرول على تيك توك بالثلاث اربع ساعات. ما بيقعدش كده يقلب في الفيسبوك اليوم كله. مش 24 ساعه قاعد على القهوه بيلعب دومر، 24 ساعة قاعد في حتة مع أصحابه بيلهو وبيعمل. هو ده الفرق ما بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل. آخر نصيحة عاوز أوجهها لك، حافظ على نفسك، لأن مفيش حد يحافظ عليها غيرك. سلام يا قلب أخوك.